شكون هو الخصم اللي غادي يواجه المنتخب المغربي في دور 32؟ الكل كيسول وكيترقبوا هذا السؤال واللي حديث الساعه بين المغاربه بعد التاهل التاريخي ديال الاشبال في مونديال قطر. واش غادي نواجهوا منتخب عالمي كبير ولا عندنا فرصه نستمروا في الحلم ونمشيو بعيد في البطوله؟ خليك معايا نوضح لك كل شيء في التفصيل. نظام التاهل الجديد في مونديال اقل من 17 سنه. هاد النسخه ديال كاس العالم كتعتبر تاريخيه حيت هي اول مره كتلعب 48 منتخب بدل 24. النظام تبدل كليا، كاين 12 مجموعه كل وحده فيها 4 ديال المنتخبات، كيتاهلوا المركز الاول والثاني من كل مجموعه مباشره، وزادوا عليهم 8 ديال المنتخبات من الاحسن اللي جاوا في المركز الثالث. يعني المجموع 32 منتخب في الدور الثاني. ولكن هنا المفاجاه، من بعد ما تسالي المجموعات كيديروا التصنيف شامل كيتحسب فيه عدد ديال النقاط والاهداف والفارق وحتى اللعب النظيف، يعني العقوبات والبطاقات. ومن بعد كيتحدد الترتيب العام بين جميع المنتخبات، وهنا كتجي القرعه الجديده لدور 32. وكيفاش كيتحدد الخصم؟ طريقه واضحه، افضل منتخب في التصنيف العام كيلعب ضد اضعف منتخب من اصحاب المركز الثالث، وثاني افضل منتخب في التصنيف كيلعب ضد ثاني اضعف فريق من المركز الثالث، وهكذا حتى تكتمل مباريات الدور. يعني المنتخب المغربي اللي تأهل كأفضل ثالث غادي يواجه غالبا منتخب قوي بزاف من بين الكبار اللي جاوا في المركز الأول أو الثاني. ومع من ممكن يلعب المغرب حسب الترتيبات الدولية والتوقعات الأولية؟ المنتخب المغربي بقيادة نبيل باها مرشح يواجه واحد من المنتخبات التالية: إيطاليا، الأرجنتين، السنغال، النمسا، فرنسا أو سويسرا. يعني المواجهه غادي تكون بكل المقاييس، وهذه فرصه باش ولادنا يبرهنوا ان كره القدم المغربيه ما بقاش صغيره حتى في الفئات السنيه. شنو كيميز النسخه الجديده؟ هذا النظام جديد عطى البطوله روح جديده وانفتاح اكثر، حيث ما بقاش التاهل محدود بزاف، ولكن المنافسه ولات قويه والقرعه كتخلي كل حاجه ممكنه. ما كاين لا خصم سهل ولا مباراه مضمونه، كل منتخب كيقاتل باش يوري المستوى ديالو ويضمن بلاصتو في الدور الجاي. ولادنا داروا انجاز كبير، ولكن الطريق مازال ما سالاش. المرحله الجايه غادي تكون ناريه وغادي تبين شنو عندنا من معدن حقيقي. الاشبال عطاو اشاره واضحه: حنا ما جيناش نشاركوا، جينا ننافسوا، والمغاربه كاملين وراهم بالقلب والدعاء. واش غادي يديروها ولاد باها ويدخلوا التاريخ من بابه الكبير؟ كلنا ثقة في أشبال الأطلس، وكل التوفيق لأشبال الأطلس، وتحياتي.